اليوم تقارنها بالدول الاوروبيه. مانيش نزايد. لو تحكم كثير من الدول الاوروبيه ما عندهاش الملاعب اللي عندها اليوم الجزائر. ملعب موسكو مثلا، شفت ملعب في المتجر، شفت ملعب برشلونه، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، دخلت الملاعب وحضرت الملاعب. حضرت خالد انا مثلا عمليه تدشين ملعب الدويره. بالطريقه هذه يقول لك الجزائر اليوم تقارنها بالدول الاوروبيه. مانيش نزايد. لو تحكم كثير من الدول الاوروبيه ما عندهاش الملاعب اللي عندها اليوم الجزائر. صح. في جمالها، في كثرتها، في اناقتها، في كل شيء. هذا ما يدل ان الدوله تبذل جهد كبير باش تبني لهذا الاجيال هذو، تبني لهم ملاعب اللي يعني اللي يلعبوا فيها كره القدم وتحسن لهم الظروف. ولكن تبقى ان التسيير مشكل كبير على الملاعب هذو من جهه. من جهه ثانيه المرافق، لما تكون عندك ملاعب بهذا الجمال وملاعب بهذا الاناقه وما عندكش دي تيران ريبليك اكوتي، يعني وكأن راح الضغط يكون على الملعب، ولما يكون الضغط على الملعب نبقى كل مره راه في ما يخدموا فيه، راهم يحسنوا فيه. لابولوز راحت لان الضغط كبير على العشب الموجود داخل الملعب. على هذا اللي تيران ريبليك اكوتي لكن موجوده في هذه الملاعب، لازم تكون موجوده وموجوده بكثره. اوكي. لان كان عمل مشكل الصيانه، مشكل احنا نزيدوا ما نديروش ملاعب يعني جواريه امام الملعب. هنا راح يولي مشكل كبير، لان هو المشكل اصلا ما نحضروش على الشيء اللي موجود بين ايدينا، زيد ما نبنيلوش مرافق. راح يعني الضغط يكون على بعض 3 أو 4 ملاعب اللي انا كنت في نادي السد مثلا في قطر. صدقني 10 ملاعب، الملعب الكبير، ومن بعد عندك 10 ملاعب اللي تقدر تمرن فيهم. اليوم هنا A وبي وسي ودي، هنا راح ترفع الضغط. نظن انه شوف الدوله دارت عمل كبير، ولكن لازم تبحث على الناس اللي عندهم غيره على البلاد هذه، على الناس اللي حافظوا على المكتسبات هذه، على الناس اللي يحبوا النجاح ويحبوا الجزائر ويحبوا الرياضه الجزائريه. ما همش الناس اللي يحبوا يستغلوا ممكن المنصب لاغراض ثانيه غير انه يدوروا كره القدم. خالد شوف، انا شفت مثلا ملعب موسكو، مثلا شفت ملعب في المتجر، شفت ملعب برشلونه، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، دخلت الملاعب وحضرت الملاعب. حضرت خالد انا مثلا عمليه تدشين ملعب الدويره. خالد لما تشوف ملعب تاع الدويره والملاعب كامل هذو اللي ذكرتهم، ما فيش يعني اي اختلاف. ربما هذا احسن من حيث، شوف من حيث كلش خالد. لما دخلت خالد الملعب واسمه الدويره، والله غير انبهرت. ولكن يعني أنا حاجه واش نقولها، هل اليوم نادي كمولوديه الجزائر مثلا اللي عنده هذا مثلا هذا الملعب، هل راح يدير نادي او لاعبين على مستوى او بمستوى هذا الملعب؟ صعب جدا. هذا من جهه ثانيه انه مثلا ملعب ل 40,000، وانت اليوم مثلا في كمولوديه الجزائر مثلا يجوا الستاد واسمه مثلا 65 ولا 100,000 ولا. اليوم لازم الناس اللي تسير ودي لو سيستيم تاع اسمه لي زابونمون. الناس في الملاعب الكبيره في العالم كاين لو سيستيم دابونمون، الناس تجي تابوني باش تدخل الملعب. هو تسيير هو نقطه مهمه، راح نروحوا نتوقفوا معاها. لكن معك رئيس اتحاد حراس سيد مصطفى، لما نتكلموا على الملاعب ونتكلموا على الانديه، هل الملاعب هذه هي نقطة مهمة بالنسبة للأندية من أجل دخول الاحتراف من أوسع أبوابه، أم أنه على الأندية ومسيريها أيضا عليهم أن يراجعوا حساباتهم من أجل الدخول في الاحتراف؟ شوف نقول لك البروبليم هذا سي بوزي كي ولا الاحتراف في الجزائر، باسكو تسارعنا باش درنا لي كلوب بروفيسيونيل. بصح لي باز باش يكون كلوب محترف كما يقول لك دون تو لي دومين ما كاش. احنا البروبليم تاعنا ما ندوش من ليترونجي سكي سباس في الخارج. تروح للخارج تشوف لا جيستيون تاع لي زانفراستركتور تاع ليكيب براتيكومون هذا يندمج مع هذا. احنا هنايا تسيب لا جيستيون تاع ليكيب ناقصه،
والتسيير نتاع المرفق كيما هذا الاستاد تاع نيلسون مانديلا ولا نتاع دويره ولا تاع هذو المرافق الجدد هذو لي ستاد هذو كيما قال سعيد الكناوي ما ينور ريان انفي لي ستاد اوروبيان بصح من بعدك في التسيير نتاعها انت يرحم والديك كيفاه ستاد سان جوير في 80,000 تراس 80,000 سبيكتاتور يحل البيبان على 10 تاع الصباح باش الماتش يتلعب على 6 تاع العشيه سي ان نون سونس كيما يقول لورغانيزاسيون سي ان بروبليم في الخارج كيما كنا لا شونس نشوفوا دي ماتش دو نيفو في الخارج الاستاد يتعمر 20 مينوت 10 مينوت 15 مينوت قبل الماتش الناس لازم مام الشعب مام لي سبيكتاتور يتعلموا يجوا شويه روطار كيما ماشي روطار يجوا على حساب الوقت كل واحد تايمينغ تاعو يدخل البروبليم هذا سي ان بروبليم دو كويزيون نتاع النادي ونتاع المسيرين نتاع استاد كما قال سي سعيد نورمالمون لازم هادو اللي يقبضوا استاد يروحوا الاستاد هادو يروحوا يديروا دي ستاج على ليترونجي